السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو بتاعي النهارده مختلف شويه عن مجموعه فيديوهاتي او نوعيه فيديوهاتي. الفيديو بتاعي النهارده بقول لكم فيه تجربتي اللي جربتها وارتحت فيها جدا في الصيف. طبعا الصيف في السنه دي صعب جدا، حر وعرق ومش عايزه اقول لكم بقى، انتوا اكيد عارفين. فانا جبت لكم الحل الاحسن حاجه للحر ده هنستخدم فيه، او انا استخدمت فيه البودره دي جميله جدا جدا. بودرة انشتاير اهي شكلها اهي. بس اهم حاجه ان انتوا تتاكدوا انها النوع الاصلي مش التقليد. لازم تتاكدوا انها النوع الاصلي، مكتوب عليها صنع في ماليزيا. لازم تتاكدوا من كده، لان انا اكتشفت ان فيها نوع تقليد. طبعا هي روايح كتير، في منها روايح كتير جدا. انت بتختاري الريحه اللي انت حباها. انا هو احسن ريحه يعني تكون فواحه كده وجميله وتديكي ريحه ونعومه حلوه قوي. هم كلهم بدوا نعومه وبدوا نفس النتيجه، بس هي بتختلف بس في الريحه بتاعتها. احسن ريحه هي طبعا على حسب ذوقك، بس بالنسبه لي انا اللون الاصفر. بس للاسف ما لقيتوش، هي كمان ما بقتش موجوده، ما بقتش متوفره كتير، وكمان سعرها بقى غالي جدا. انتوا هتصدموا دلوقتي لما تشوفوا السعر بتاعها. هي 250 جرام زي ما انتوا شايفين. لازم تتاكدوا منها زي ما قلت لكم. مش شكل عبوه التقليد، برضو شكل عبوتها هو، بس عبوتها تكون مختلفه شويه في الخامه بتاعتها، بس مش هتقدري تفرقيها لانهم واخدين شكل العبوه واخدين شكل الرسمه بتاعتها كمان. وممكن ان انت تقولي لا ده رخيصه، ده انا لقيتها. لا، هتكون مختلفه. انا شطاير دي البودره الاصليه، ناعمه جدا على الجسم، ملطفه، ريحتها حلوه قوي. في منها روايح كتير طبعا على حسب ذوقك. بس لو انت عايزه نوع هادي جدا يبقى هو ده اهدى نوع، اللي هو الموف دوت، اللي انا ملقتش غيره ولقيته بصعوبه كمان. دورت عليه كتير مش كنت لاقياه لحد ما لقيته في محل مستحضرات تجميل. لو انت عايزه بقى ريحه قويه ونفاذه، عندك اللونين، اللون الاصفر واللون الاحمر، دول احلى الالوان، احلى الانواع. ده سعرها 155 جنيه. طبعا انا كنت جايباها السنه اللي فاتت كانت ب80 جنيه، السنه دي 155 جنيه ومش موجوده. جربوها، هي تستاهل التجربه. حلوه جدا، ملطفه للجسم، ريحتها حلوه، بتكون ثابته. احسن ما تستخدمي اي نوع مزيل عرق، واحسن ما تستخدمي برفان وتخرجي بيه، لانه حرام طبعا. هي طريقه استخدامها سهله جدا. انت بتدخلي الحمام، تاخدي الشاور بتاعك عادي خالص، بتنشفي جسمك كويس او من الميه، وبعد كده بتحطيها بقى على جسمك او في الاماكن اللي انت حباها اللي بتعرق وكده. بس اهم حاجه تكون انت منشفه جسمك، ما ينفعش ان انت تحطيها على جسمك وهو مبلول. تمام. هي زي ما قلت لك هي بتديكي نعومه، وبتكون ملطفه على جسمك، وكمان بتتشرب العرق. انا مش هقولها ان هي مزيله عرق، لا، هي بتشرب العرق، بتشرب الرطوبه اللي في جسمك، بتحميكي طبعا من اي حساسيه او اي حاجه نتيجه العرق. وكمان بتكون ريحتها خفيفه جدا وثابته. احلى ما فيها ان ريحتها ثابته، يعني ممكن تحطيها تفضل الريحه في جسمك لحد لما تدخلي تاخدي شاور مره تانية. وريحتها طبعا بتكون هاديه. ده اهدى نوع او اهدى ريحه فيهم. لو انت عايزه ريحه قويه شويه بتختار اللون الاصفر. طبعا مش كل الناس بتحبه، بس هو ريحته جميله جدا. ويليه اللون الاحمر. وفي كمان اللون البامبا بيكون حلو. وفي اللون الاخضر فيه روايح كتير. طبعا كل لون ليه الريحه بتاعته. بتختاري منها اللي يعجبك وعلى ذوقك. وكمان في منها حجمين، يعني ده الحجم الكبير 250 جرام. في كمان النوع اللي اقل منه، طبعا اكيد سعره هيكون اقل من كده، والاسعار ممكن تكون متفاوته. دي كل المعلومات اللي فيها. بس طبعا اهم حاجه تتاكدي انها الاصلي مش التقليد. النوع الاصلي مكتوب عليه ماليزيا بالعربي كده على جنب. بس كده انا وصلت لاخر الفيديو. اتمنى ان هو يكون يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه. يا ريت بقى لو عجبكم تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.